الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي جعل أبا جبريل أميرا للمؤمنين وجعل طلال بن علي من الصديقين وقاضيا للعالمين. والسلام على المظلومين ولا سلام على الظالمين، الحكام اليمنيين الظالمين الكافرين الفاسقين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. الذي يجب أن ننوه عليه الآن في تصحيحات لا بأس، وهناك الإجراءات الذي ستقام إن شاء الله بتغيير بعض القوانين أو مواد القوانين الذي تحكم بغير ما أنزل الله، والذي تكون هناك وسيلة للتلاعب بقضايا الناس ومماطلتها. فيجب فعلا على أمير المؤمنين متابعة مجلس النواب لشرعنة ما حكم الله به الله سبحانه وتعالى به. أما الأشياء الذي وضع القانون أشخاص لديهم مصالح شخصية ويفصل القانون لكي يكون لهم وكأنهم هم الإله. القانون اليمني فيه مواد يؤله أشخاص، يؤله فيه أشخاص على أساس يكون هو لا هناك في أحكام حكم الله سبحانه وتعالى، الإله هو الله سبحانه وتعالى فقط. أما الإنسان ما هو عبارة عن منفذ لأحكام الله سبحانه وتعالى، وبالذات في الجوانب القضائية المتعلقة. أكبر مشاكل في الجمهورية اليمنية يجب على أمير المؤمنين أن ينتبه إليها هي مسألة التقسيم الوراثي، تقسيم التركات. هذا اللي يجب عليه أثناء التعديلات القادمة إن شاء الله في مجلس النواب، يتركزوا على القضايا التي تركز على تقسيم التركات. أكبر جريمة وأكبر مشكلة وعدم وجود قضاء يمني أو مشاكل اقتصادية ومشاكل إنسانية وكل شيء بسبب عدم التقسيم الحقيقي. يجب مثلا إصدار مادة بأنه لا يتم دفن أي شخص إلا بعد حصر وراثي لهذا الشخص بأسرع ما يمكن من قبل أقرب محكمة وتحديده، مع إكمال إجراءات القسمة مثلا بعد دفن الشخص مثلا بشهر أقل شيء، احتراما لدفن الميت الشخص، وبعده بشهر يتم تقسيم أموال هذا الشخص. هذا يجب الانتباه عليه. وإذا لم يقوم مجلس النواب بهذا الأشياء وأن يحكم بغير ما أنزل الله، سنحاربه. أعضاء مجلس النواب الذي سيعارض على ما حكم الله سبحانه وتعالى سنقتاله. هذا كلام سليم. حكم الله سبحانه وتعالى ومجلس النواب ضروري يكون شرعا هو القرآن الكريم، بس أقل شيء لما تعكسوا القانون الديانة البشر الذي موجود الآن حاليا قانونكم أقل شيء يعكسوا من القرآن الكريم بما هو صحيح. أما أن تعملوا قوانين وخلاص، بالرغم أن جهاز مجلس النواب أو أعضاء مجلس النواب عليهم كجهة سن قوانين وبنفس الوقت كذلك جهة رقابية، لكن مجلس النواب اللي تراجعوا اللي تراقبوا واللي تراقبوا اللي يشرعنوا فقط مواد، وبل يشرعنوها ما انتم عارفين ايش المواد اللي تشرعنوها. بعض المواد اللي جاء لكم من الخلف ما انتم عارفين ايش القصة فيها، وإنما لا خلاص كذا لا ما فيش. ضروري يكون مجلس النواب هو ثقة الشعب، هو نواب للشعب، نائب للشعب. إذا لم يقم للشعب فأنت خائن. عضو مجلس النواب خائن إذا خنت للشعب فأنت خائن، وسنحرض المؤمنين على قتالك واللي سأقتلك ونقتلك نحن أنفسنا بأنفسنا. لا تفكر إنك تعمل نفسك على صح وأنت على خط هذا الشيء. ما دام موجود هذه الراية العلمية راية إلهية قانون، والله لا أستطيع أطلعك إنك أنت على صح أو على خطأ، وخاصة ما دام إنك تمسك أموال الشعب أو ستتلاعب بحسابات الشعب، خاصة بالجانب الرقمي. علمية من حيث الجانب الرقمي والحسابات ثابت عليه 100%. ما استهربش. مجلس النواب يشد نفسه، يصدر قوانين وبنفس الوقت يكون لديهم سلطة رقابية. معنا في الجمهورية اليمنية كم 7 جهات رقابية وأكثر. إيش اللي عملوا؟ إيش اللي وظفوا؟ إيش اللي عملوا؟ واحد من عضو مجلس الرقابة يأخذ القانون ويحكم بالعدالة. هذا شيء يستطيع صدر اليمن عزد من هذا الشيء. قوم مؤمن إما نحرق اليمن نحرق الظالمين فيها ونرفع المظلومين إلى السماء إن شاء الله من هذا الشيء. لا تفكروا ما حد خلص يقول لكم شيء ولا لا. عضو مجلس النواب شرعا بالما هو الحق الصح. أقل شيء إذا لم تكن لكم معرفة بالقرآن الكريم هذا شيء شرعون من باب العدالة. وشيء ثاني، لا يكفي انكم تشرعنون اشياء وتضعوا الاوراق في مرقومات في القوانين في البكاتب في الكتب، واثناء التنفيذ القضاء في جانب وكل شيء جانب، وبعدين الفلوس ابو قرشين هي اللي تمشي هي اللي تحكم. ما بشغل جانب الامور سلطه قضائيه يتنفذ بالجانب السليم، والا فنحن محرضون المؤمنين.
وسنخرج. أما بالنسبة لي أنا كشخصيا خارج لكم أنا والرسول صلى الله عليه وسلم، صدقوا أو لا تصدقوا، لا تفكروا. وقسما لن يحكمنا كافر ما دام نحن موجودين. والشيء ثاني للجهات العربية الأخرى، ادعموا المؤمنين، ساعدوا المؤمنين من أي طرف، المؤمنين فقط. أما أنكم ستستمرون في دعم فاسدين، ايش من هذا فاسدين؟ ويجب هذا ايصال هذا المنشور هذا بالذات حبذا للحكومات العربيه الاخرى الذي تدعموا لكم مسؤولين سرق كذابين فاسدين، قسما ان لنغتالهم، هذا العملاء حقكم لنغتالهم. لا تفكروا انكم خلاص يعني شفتموهم وتثبتوهم او قد ربما عن حسن النيه لديكم لتفهموا الموجودين هم قد هم الواقع. لا، الواقع هذا الواقع الذي سيأتي، وأي عمل يمني لأي طرف من أي شيء سيتم اغتياله قتله. لا تفكروا. بعد ما فيش حاجة حتى عندنا في الأساس نبذات عنصرية يمني سعودي مصر، لا عندنا يا مؤمن يا كافر، خاصة بالذات الحكومات، مؤمن أو كافر. طلعت حكمت بما أنزل الله سبحانه وتعالى أو أقل شيء بالقانون الصحيح السليم الذي وصل عندك، أنت مؤمن. أما أنك ستحكم بغير بهوائك والقرشين والفساد وباللعبة، لا، أنت كافر. جهادك وقتالك مهما كنت، لوتكم مهما كنت من هذا الجانب. لا تفكروا. وبالذات وأنا لا أمدح أمير المؤمنين ونكرر هذا عدة مرات، هذا الشيء ليس تحوثيا وهذا بالجانب، هذا شيء كلهم أكثرهم أغلبهم كافرين فاسقين كلهم شيء. من هنا تبدأ التطهير ما دام، خاصة بالذات القيادة الحوثية الكافرة اللي تحكم بغير ما أنزل الله، هذا أعتبر مش كافر بس، كافر ومنافق وخائن لأمير المؤمنين، خائن لأمير المؤمنين. لا تفكرش إنك ستعتلى على ظهور دماء كم من شهيد راح بالأخير تيجي تظلم لك وتسرق وتنهب رحلك. أما تحكم غير ما أنزل الله ولا سأقلعك أنت والكرسي حقك وسترحل غصبا عنك، ولا ترحل من الكرسي فقط ولا ما سترحل من حياتك إلى القبر. هذا إذا سمحنا لك أنك تندفن بالقبر. هذا خلي في بالكم، هذا هو الصحيح، كلام صحيح. لا سلام ولا نصرة إلا للمؤمنين والمظلومين. أما الظالمين فالموت لهم. الظالمين الحكام اليمنيين الفاسقين الظالمين الكافرين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، الخائنين.